السؤال حول التطبيع مع إسرائيل للنواب مصطفى الرميد، عبد الإله بن كيران، حبيب الشوباني، سعد الدين عثماني، محمد رضا بن خلدون، سمية بن خلدون، جميل المصلي، ونزال الوفي من فريق العدالة والتنمية. تفضل سيدنا. شكرا سيد الرئيس. نحن اخترنا طرح هذا السؤال في هذه الفترة بالذات لأسباب، وخصوصا سببين اثنين. أولا، هذه الذكرى الأولى للعدوان الصهيوني الهمجي على غزة، ويجب أن لا تمر هذه الذكرى دون أن نحييها بجميع الوسائل. والبرلمان المغربي كانت عنده وقفة شجاعة، وخص هذه الوقفة ديالو تكون مستمرة. النقطة الثانية، مع الأسف الشديد نلاحظ تنامي ظاهرة التطبيع بطريقة محيرة بشكل كبير. احنا مع الأسف الشديد في بلادنا وقع استقبال المجرمة الصهيونية ليفني، على الرغم من أننا احنا كنا عرضنا جهات كثيرة مغربية، إلا أن رغم ذلك تم استقبالها. احنا طلبنا السيد الوزير، قال لهم احنا ما خصهمش يعطيو التأشيرة لهذه السيدة باش تجي. جاءت رغم ذلك وقلنا اعتقلوها، فقال البعض فبدأ بالاتهام، فإذا به الصفعة توجه إلى الذين استقبلوها والذين دعوها والذين قبلوها واستقبلوها بالأحضان من قبل القضاء البريطاني الذي طالب باعتقال هذه الوزيرة الصهيونية السابقة. ولهذا السبب لم تدخل بريطانيا ولم تزور بريطانيا. ويبدو أن هذه صفعة كبيرة لجميع المطبعين حيثما كانوا. احنا كنعرفوا اليوم أن كثير من المسؤولين الصهاينة لا يزورون بعض الدول الأوروبية، فكفى تطبيعا وكفى استقبالا للمسؤولين الصهاينة، ونطالب أن لا تعطى لهم التأشيرة بعد اليوم.